رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم وانت خايف تطلع اصلا من صيام رمضان ده خاسس نص وزنك، لان انت اصلا من قبل الصيام ما كنتش بتاكل. تخيل مع وجود الصيام ده هتطلع من شهر رمضان ده خاسس نص وزنك. هو هل ينفع في رمضان ده ازود وزني واطلع خارج منه بزياده في الوزن ولا لا؟ وازاي بقى ازود وزني؟ عشان كده النهارده هنتكلم عن الموضوع ده، فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال ورمضان كريم عليكم كلكم. بما إننا في أول يوم رمضان المفروض تكون من أول يوم لآخر يوم في رمضان تكون عارف تعمل إيه في أكلك عشان تطلع منه حتى ولو زي كيلو واحد بس. فرصتك إنك تدخل في رمضان فرصة أكبر من باقي الشهور، لأن الأكل في رمضان بيكون متوفر أكتر من باقي الشهور، بيكون متوفر في البيت وعلى السفرة وعلى صينية الأكل أكتر من أي وقت تاني في السنة. كمية الفواكه والحلويات رمضان والبلح واليميش وغيره ده كله بيكون متوفر في الشهر ده بالذات اكتر من باقي شهور السنه. بس برضه ما تنساش انك انت عندكش غير وجبتين بس تاكلهم، وباقي اليوم كله صيام مفيش لقمه دخلت معدتك، وده هو المعضله بالنسبه لك. هو ده فعلا صحيح، بس انت ما تنساش ان معاك وقت من اول الفطار لحد السحور تقدر تدخل فيها سعرات حراريه بكميه اكبر بكتير من اللي كان بيستخدمها جسمك قبل حتى الصيام. يعني ممكن تاخد ضعف السعرات الحراريه اللي انت كنت بتحتاجها في اليوم الواحد. طب ده كله ازاي؟ في اليوم انت لو ضفت حوالي 500 سعر حراري على السعرات الحراريه اللي انت كنت بتستخدمها اصلا او كنت بتستهلكها، هتلاقي نفسك بعد ما تضيف 500 سعره كل يوم في نهايه الاسبوع هتزيد نص كيلو. طب ازاي ازود السعرات الحراريه دي وانا مش قادر اكل اصلا او ماليش نفسي ان انا اكل؟ الحل بسيط، اشربها. في مشروبات بتتعمل كده خليط من شويه حاجات كده على بعض بتزود من السعرات الحراريه دي بشكل عادي جدا. يعني ممكن تجيب 5 حبات فراوله وكوبايه لبن ونص كوبايه شوفان وخمس تمرات ومعلقتين فول سوداني مطحون ومعلقه عسل كبيره، دول كلهم هتخلطهم مع بعض في الخلاط وهتعملهم مشروب هتشربه. ده هيديك حوالي من 800 الف سعر حراري. تخيل مثلا ان انت كنت بتستهلك في يومك عامه من قبل الصيام 1800 سعر حراري، واضيف على 1800 سعر حراري دي 1000 سعر حراري من المشروب ده لوحده، كده انت دخلت 2800 سعر حراري بس في فتره قليله. ضيف عليها كمان ان انت لو عملت المشروب ده مرتين في اليوم، يعني من 1800 سعر حراري ل 3800 سعر حراري في الفتره الصغيره دي اللي هي من بدايه الفطار لحد السحور، دخلت كميه اضعاف اللي انت كنت بتحتاجها. هل ده بس هو اللي هيتخني في رمضان؟ لا، ده مش وحده بس اللي هيتخنك. في 4 حاجات لازم تعملها من بدايه الفطار كده لحد السحور عشان تزود من سعراتك الحراريه يوميا، وكمان تطلع في نهايه شهر رمضان زي كام كيلو. اول حاجه فيهم بعد ما تكسر صيامك ما تبداش تملي بطنك بالميه والعصاير. اكسر صيامك على المعقول، يعني كوبايه ميه او كوبايه عصير وثلاث تمرات، وبعدين خش على الوجبه الاساسيه او الرئيسيه لان هي الاهم. لان انت لو مليت معدتك ميه او عصير انت مش هتاخد سعرات حراريه كتير، لان الميه زيرو سعرات حراريه. بس الاهم انك تخش على وجبتك الرئيسيه واللي هي بيكون فيها الكارب والفات والبروتين كميات كبيره. ثاني حاجه تعملها تبص على الحاجات اللي هتديك سعرات حراريه عاليه، واللي هو الكارب. الكارب زي المكرونه والرز والبطاطا والشوفان والمعجنات دي كلها هتديك كميه سعرات حراريه اكتر من اللي انت كنت بتاخدها في يوم. يعني انت لازم تخلي طبقك فيه كميه نشويات اكبر من المعتاد. ثالث شيء، السند مش في العدد، 2 مش كفايه. انت عندك في رمضان هما وجبتين المفروض اللي انت بتاكلهم، الفطار والسحور، بس ما بين الوجبتين دول في وقت عملاق ممكن تضيف فيه وجبات كتير، وانت هتضيف فيه 3 وجبات بس. السؤال هيجي دلوقتي، ازاي اضيف ال3 وجبات دول؟ او ايه هما ال3 وجبات اللي انا هضيفهم في الفتره دي؟ اول وجبه هتضيفها ودي هتكون ما بين الفطار وما بين السحور، وهتكون هي برضه نفس اكل الفطار، يعني تكون وجبه كامله كده حلوه ما بين الكرب والفات والبروتين عشان تاخد منها كميه سعرات حراريه كويسه. ما بين الفطار والوجبه اللي قلنا عليها من شويه وما بين السحور هتضيف 2 سناك، والسناك عباره عن المشروب اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه وتضيف عليه اي نوع فاكهه جنبه وتاكلها. يعني انت كده شربت المشروب ده مرتين ومعاهم الفاكهه واخدت فطار والوجبه اللي ما بين الفطار والسحور، وبعد كده وجبه السحور بتاعتك. رابع حاجه تعملها غير طبقك. انت في المعتاد مش هتقدر توزن اكلك غالبا، يعني مش هتقدر توزن اكلك او تعايره، بس ممكن تغير الطبق اللي انت كنت بتاكل فيه ومتعود تاكل فيه لطبق حجمه اكبر. هديك مثال، ادي وبقينا نسرقهم من نيش من عند امي، بس لو عرفت ممكن تكسرهم على دماغي. يعني عامه ده احنا اللي بناكل فيه الطبق المعتاد اللي هو اي حد بياكل فيه، وده اللي هو حجمه متوسط شويه. انت بقى عشان تزود سعراتك الحراريه هتاكل في حجم طبق زي ده اكبر بكتير من اللي انت كنت بتاكل فيه عامه، وده هيخليك تضاعف سعراتك الحراريه من غير اصلا ما تحس ومن غير ما تعاير ولا توزن الاكل. هتدخل كميه سعرات حراريه ضعف اللي انت كنت بتدخلها في الطبق اللي انت متعود تاكل منه. في حاجه كمان زياده واقفه وزوري بصراحه من بدايه الفيديو ولحد دلوقتي، بس هي ان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي مطلقا، وهو الجيم. رمضان مش شهر انتخى والله، هو شهر جميل تجمعت فيه ظروف حلوه ومناسبه انك تقدر تعمل اكتر من حاجه كويسه في الشهر ده. ومن الحاجات الحلوه او الحاجات الكويسه اللي انت ممكن تعملها خلال الشهر الكريم واللي هو الجيم. الجيم مش واحد اتنين يلا هوب هطلع عضلات وبقى ارنولد شرودنجر في نفسي. الجيم بالعكس هيغير حياتك
وهيحسن صحتك حوالي 180 درجه. فلما تضيف الجيم ده في يومك حوالي نص ساعه او ساعه من بعد الفطار، ده هيخلي جسمك يستفاد من كل السعرات الحراريه اللي داخله له عشان يبني بيها عضلات، بدل ما تكون تدخل تكون حد كرش وجناب. نضيف على كده اصلا لان المجهود اللي انت هتعمله في الجيم ده هيخلي جسمك يطلب كميه سعرات حراريه اعلى من المعتاد. يعني انت بعد ما هتخلص الجيم هتروح هتلاقي نفسك جعان، هتاكل كميه سعرات حراريه اكبر من اللي انت كنت متعود تاكلها. والجيم فعلا هيخلي جسمك متناسق، مش هتدخل من حته وحته، لا بالعكس هيستفاد من كل السعرات الحراريه دي. وما تخافش من الوقت، رمضان اليوم فيه طويل وهتقدر تلاقي وقت تروح فيه الجيم وتلعب النص ساعه بتاعتك او الساعه الا ربع اللي انت هتلعبها دي، وهتستفاد من الجيم برضه في رمضان. ورمضان بصراحه فرصه لا تعوض، تقدر تحط ده هدف بالنسبه لك وتطلع في نهايه رمضان بشكل كويس جدا وزايد كام كيلو عن الوزن اللي انت دخلت بيه في رمضان. بس كده ده فيديو النهارده، ما تنساش بقى تنزل تحت في الكومنتات انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه، واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك فيديوهات جديده كلها في رمضان. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.